السلام عليكم. اليوم حلقة جديدة من المحمية. خلنا ندخل جوا. طبعا عندنا انتاج كلش خير من الله، تقريبا 5 افراخ مالت الفناجس. عندنا هاي الكوكتيلات، طبعا النسية هنا حاضنة جواهم، جوا تقريبا 4 بيضات. هاي حاضنة ما تقبل تطلع، والمحمية تبشر عن بخير بها انتاج صار. طلعت هاي الهاجر مواتم بداية توالف، جاي توالفن وخلت هاي الخانة وبياضة. وهاي نفس ما قلت لك قبل المقطع الجاي، بعد راح اجيب خانة هنا، بعد 3 خانات اخلي هنا. اجيب شكر رصاصي واجيب انجليزي واجيب رينبو ان شاء الله، بس في الايام الجاية وان شاء الله خير. طبعا هاي احتمال اكثرهم قالوا بالصيف مو زين علي هذا البوري سويته، فاحتمال راح الغيه، يعني بس اسد دعوه مكانه، بس اسد الفتحات مالاته. وطبعا عندنا هذا البيت مال فناجس رجع لمن وبيضا بيه بيضتين هسه وصلن. وعندنا هذا البيت الثاني هم لا مات بيه بعد، هم يريد بيضا، راح عليه مواد مال تعشيش. طلعتنا هذا البيت قلت لكم سويته بكاتون مال اندومي، هم بيه افراخ. هذا بقى بس فراخ واحد ما مبين هسه. وطلع طلع من هذا العش 4 افراخ، ومن هذا العش طلع عن 2. طبعا واشتريت مبردة بعد على مود الجو، شريتها جديدة وخليتها ركبت لها وأسست لها نقطة هنا، وجبت هذا الدرام عتنة طبعا رباطا، ومخليتها عليتها على مود اركبه قبل الصونديلة على مود اترسه. طبعا هذا هم راح نجيب للنفية، هذا الازابيل هم كبير تقريبا صار عمره 8 اشهر، بعد بس خلي يصير شهرين راح اجيب له نفية، او احتمال ادور له من هسه نفية. وعندنا هسه هاي الافراخ مالت الفناجس، هذا واحد وهذا الثاني، واباهم يمكن صادات فوق القفص. طبعا المحمية هم موسخة، هم راح انظفها وابدل الماي، والمأكلية هم اترسه دخن. وعندنا هذا الزرع ما شاء الله دفع، يعني جاي اسقيه يعني باليوم مرة واحدة كافي اسقيه. وعندنا هذا المتسلق هم جاي يدفع من جديد. عندنا الزراعات جاي طلعن. طبعا هذا حب شمسي وزرعته ما شاء الله كبر هاي شي، يعني فد شي من يكبر يصير فد شي. طبعا قلت لكم هاي مبردة، هذا التانك هنا خليته. طبعا حنفية جديدة ركبتها، وهاي النقطة سويت نقطة احسن على مود قريبة. واكو بعض الاخوان يقولون ليش ما تسوي مثل هاي الصفحة، تسويها خانات، مثلا هنا 4 خانات وهنا 4 خانات و4 خانات يعني، وتخليها تربية جماعية بس تسوي خانات افضل. فانتم شو تقولون؟ انا قلت بس هاي الصفحة اسويها خانات، 4 خانات احسن، لان انا احب التربية الجماعية احلى اشوفها وكلش حلوة. وانا عندي بالمناسبة لي يعني اكثر اللي معلقيلي مثل متوالفات الفناجس والكوكتيل، انا عندي متوالفات يعني من زمان جبتهن سوا، اول ما بلشت بيهن متوالفات وكلش حلوات. وما اي شي مساحة ما طول كبير عادي. هسه عندي هاي بيوت، وهذا بيت هم ركبته هنا، وراح اجيب بعد بيوت وهم اركب، واجيب نوعيات بالايام الجاية. اجيب ان احتمال راح اجيب الشيف تيل او الجولدن فينش، احتمال لو اخليه خانة لو اخليه وياهن تربية جماعية. شو تقولون؟ وحمام ملكي احتمال، هو احتمال اكثر شي حمام ملكي راح اجيبن. انتم شو تقولون يا نوعية اجيب من عندهن احسن؟ وهذا الحبيبات طبعا كلش الوان حلوات، ولو هي عاديات يعني نوعية، بس انا حبيت ابلش بهاي النوعيات. ونطلع المشويات والمأكلية من ننظفها، نظفوها كل يوم او كل يوم هسه الصيف، نظفوها كل يوم احسن، كل يوم غسلوها ونظفوها وترشوها ماي. ونطلعها من المأكلية برا، نفتح الباب بس شوية. هاي هذا خطر، هذا قليل يعني الباب ما بي شي يتشلل. نتفحن شوية، ندخل المكناسة ونكنس على راحتنا. وطبعا اهم شي تنظفون المحمية او الخانات كل يومين كل 3 ايام، كل ما تخلونها، لان بس تخلونها هواي
يصير بيهن فاش ودود ومو زين على الطيور. فنكمل تنظيف ونرجع. وهسه هاي نظفناها. أهم شي تنظفون المحمية. هسه عاد نظفته هاي الوساخة. طبعا النظافة كلش مفيدة للطيور، يعني ما يصير فاش أو دود أو أمراض تصير بالطيور بسبب الوساخة ظل هواي. هسه نفس ما تشوفون كلسناها. وهم نسويهن أكل. هسه طبعا راح أسكر البيضات ومني كملن نسويهن وجبة اليوم. وعندنا هنا هاي طيور الحب. هاي هنا زوجين طيور الحب. وعندنا هنا هذا الكوشنات. بداية نشوف هذني. طبعا عندنا هاي النفية البينو من بيضة هسه اثنين هنا. وعندنا هاي الأشياء اعتقد هم بيضات. لا ماكو بيض. هسه هذا هو فحلها مال البينو. ماكو ما يعطي مجال. هذا الفحل. هذا الفحل مالت الالبينو. وعندنا ذني الكوشنات. شو ياخذن اكل هسه خل اعطيهن اكل. ما شاء الله احجامهن غير عن قبل. هذه طلعا بعد. افتحها مصور كل شوي. طبعا هسه راح نعطيهن وجبة. هاي التمن بس كون سوينا لهن بدون دهن. هاي كلش يحبن التمن. طبعا هاي نفس ما تشوفون كلش يحبن. عندنا هذا الدجاج الباروني. وهاي سويت لهن وجبة مالتهن قرنابيط وحجي احمد وبيض صدق. وراح اعلق فاس مالتهن. طبعا كلش يحبنهن ويفيدهن بالانتاج. طبعا انا مجمع مجموعة مال القشور مال البيض ومنظفهن وشارهن على الشمس وطاحنهن. كل ما اسوي وجبة اغشه لان الكالسيوم كلش مفيد للطيور. يعني فوق ما تتصورون ننصحكم تسوونها. طبعا الطيور بدها تنزل وحبة الاكل ننصحكم تسوونه. وان شاء الله بالايام الجايه راح انزل شروحات واي شيء تردونه مثلا شروحات او غذاء اكتبوه بالتعليقات تدللوا. وعطينا الهاجر مهم وجبه وكلش حبوه نزلوا ياكلون بيه. طبعا هاي من الاخوان جاي راسلونا نريد نسوي محميات او خانات. شنو تنصحنا اخوان؟ المحميات والخانات الهم منافع والهم مضار. وان شاء الله باحث المقاطع اذا تردون اسولف لكم بالتفصيل عن منافعهن وعن مضارهن. واي شيء تحتاجونه من استفسارات وهاي موجود حسابنا مال الانستغرام. ان شاء الله تلقونه مثبت بالتعليقات وكتبوا لنا تعليقاتكم الحلوه وشنو تردون. وان شاء الله استفاديتوا من الحلقه واستمتعتوا بالمشاهده. في امان الله.